أحد الأخوة أعرفه جيدا اتصل فيني، أرسل لي بطاقة زواج، هذا في 20 رمضان، أرسل لي بطاقة زواج واتصل فيني وقال لي ترى زواجي في 3 العيد، لا تنسى شيخ تكفى تحضر. قلت إذا أنا في الرياض أبشر بسعادك. قال لا ما أسمح لك إلا تجي زواجي. قلت له سويت؟ بشر عسى أمورك إن شاء الله زينة. قال أبشرك الحمد لله، أخذت لي سيارة أقصاد وبعتها، ثم أخذت فلوسها واستأجرت لي شقة وأثثت وكذا، الشباب اللي على قد حاله. قلت الله يوفقك ويبارك. قال الحمد لله دفعت المهر، كل شيء خلصت منه. يقول تملكت وكل شيء، زواجي في 3 العيد، تكفى شيخ تحضر. قلت له ابشر. 27 رمضان الساعة 10:30 تقوم هم من النوم فإذا هو جنازة ميت. أعرف هذا الشخص. اتصل بي أخوه اللي يصغر منه، كنت تدري أنا، اتصل فيني كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، أخبارك شلونكم؟ قلت لكم بعد تأكد لي على زواج أخوك. تأكيد بجي لا تخاف إن شاء الله بحاول. قال لا والله أخوي اليوم تقوم أمي فإذا هو جنازة ميت. بالله فلان؟ قال سبحان الله، صراحة كالصاعقة. تذكرت وهو يتعب تعبان عشان هذا الهدف العظيم اللي عنده الزواج، تعب وشقى وأخذ سيارة اقصاد وديون وتغربل عشان يتمم زواجه. جاء ملك الموت فقطع عليه القضية كلها. أنا قاعد أفكر، قلت له هو يدري أنه بيموت في 27 رمضان، والله هذه فلوس يحطها يكفل بها يتيم، أو يكفكف دمعة مسكين، أو يساعد أرملة، أو يبني مسجد، أو يحطها في وقف للدعوة إلى الله. لو يدري، لو انكشف الستار. بل في قول الله سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كل يوم ينقص من عمرك، تقترب من قبرك، حتى يأتيك يوم ما تشعر بنفسك. تأتيك المنية، عندك أشغال ما خلصتها، باقي فلان ما اتصلت عليه، هذا عنده دين تبي تعطيه إياه، هذا كذا وهذا كذا، هذا ما تصافيت انت وياه، باقي في شحناء بينكم، هذا سبحان الله. من منا يكون على استعداد لو جاء الموت في أي فجأة، أمورك كلها مرتبة، أمورك كلها صافية، خرجت من هذه الدنيا وأنت تعيش فيها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: إما ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو ماذا يا إخوان، أو إيش، أو صدقة.